صباح الفل. بص يا صاحبي، طول عمر المصريين القدماء وهم شاغلين نفسهم بقصة الإله، ومين هو الله بالنسبة لهم أو الإله بالنسبة لهم. كانوا بيدوروا عن الإله لاقتناعهم إن الكون ده مش ممكن يمشي بدون حاكم، بدون واحد مسيطر. فكانوا بيدوروا على رمز القوة في كل المخلوقات الموجودة بالنسبة لهم، سواء كان الشمس، سواء كان حورس، سواء كان أي إله من الآلهة القديمة اللي احنا عارفينها. كانوا بيدوروا على المحبة، كانوا بيدوروا على الخير، كانوا بيدوروا على القوة، وإن هم كل دول أكيد هم الإله. فكانوا في الأول كانوا بيعبدوا حاجات بترمز للخير، وحاجات بترمز للمحبة، وحاجات بترمز للقوة، وحاجات لحد ما وصلوا للإله آمون. الإله آمون هو الإله الخفي، معناه الإله الخفي بالهيروغليفية عند القدماء المصريين. الإله الخفي ده بالنسبة لهم هو كان الإله الواحد اللي عبدوه بعد كده. ولما نشوف كلمة أمين هنلاقيها نفس كلمة أمون. فكلمة أمين سواء كان في عند المسيحيين أو عند المسلمين اللي موجودة في القرآن والإنجيل والتوراة كمان، هي كلمة مشتقة من كلمة أمون، كلمة مشتقة من كلمة آمون. فقدماء المصريين عرفوا الإله الواحد، عرفوا الإله الحقيقي، كانوا مسميينه آمون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اللي هو الإله الخفي بالنسبة لقدماء المصريين، اللي هو الغير مدرك، اللي هو القوي، اللي هو الخالق للكون.